احنا لما بنقعد مع الكتاب المقدس احنا بنقعد مع ربنا وبنسمع صوت الروح القدس علشان يحركنا وندخل إلى العمق. واحنا بنتعامل مع الإنجيل محتاجين نعرف حاجة: الكتاب المقدس عهدين، واحنا كمسيحيين أرثوذكس أقباط نؤمن إن العهدين على نفس الدرجة في القداسة، وكل الكتاب عندنا موحى به من الله، عهد قديم وعهد جديد. كل الكتاب بيتكلم عن المسيح، لأن ربنا يسوع قال في يوحنا 5: فتشوا الكتب، وكان يوميها كتب العهد القديم بس هي المتاحة، لأنكم تظنون إن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. فالكتاب المقدس بيشهد للمسيح بعهده، وربنا يسوع بنفسه هو اللي بدأ المنهج ده مع تلاميذه في لقائه مع تلميذي عمواس. أخذهم كده تمشية كذا ساعة، بدءا من موسى قصد التوراة مع إلى جميع الأنبياء، يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. إذن كتب العهد القديم بتشاور على المسيح بشكل واضح. بنقسم كتب العهدين 4 أقسام عشان نسهل في القراءة. يعني أول مجموعة كتب بنقول عليها مجموعة كتب التوراة، ويقابلها الأناجيل. توراة موسى هي الكتب ال5 الأولى في العهد القديم: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. يقابلها في العهد الجديد ال4 أناجيل: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. دول أول مجموعة، ودول أول مجموعة ليهم كرامة خاصة، وهم توراة موسى وال4 أناجيل. التوراة بتحكي لنا بداية الإنسان مع ربنا وبداية ربنا مع الإنسان، وبعدين الأناجيل بتقول لنا إزاي الحكاية اكتملت بالخلاص اللي جه ربنا يسوع ليه المجد يقدمه للبشرية. تاني مجموعة من الكتب هي الكتب التاريخية. بعد أسفار موسى 5 بدأت حكاية شعب الله في العهد القديم، فهو بيحكي لنا عن تاريخ شعب الله من يشوع، قضاه، رعوس، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، ملوك أول، ملوك تاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابين أول وتاني. كل ده اسمها أسفار تاريخية، بتحكي لنا حكاية الشعب ده مشي مع ربنا فحصل له إيه، وربنا اتعامل معاهم إزاي، ولما بيبعدوا عن ربنا بيوبخهم إزاي، وكانوا بيرجعوا له إزاي، وهكذا. يقابلها في العهد الجديد هو سفر أعمال الرسل اللي بيحكي عن تاريخ كنيسة العهد الجديد. في بدايتها يبقى أول مجموعة كانت التوراة، يقابلها الأناجيل. تاني مجموعة الأسفار التاريخية اللي بتحكي حكاية ربنا مع شعبه في العهد القديم، بداية من يشوع لغاية قبل مجيء ربنا يسوع ليه كل المجد. يقابلها في العهد الجديد سفر أعمال الرسل من ساعة صعود ربنا يسوع ليه كل المجد وحلول الروح القدس لغاية ما اتسجن بولس الرسول في روما. المجموعة الثالثة من الكتب مجموعة الأسفار الحكمية زي الأمثال والجمعة والنشيد ومزامير وأيوب. يقابلها في العهد الجديد الرسائل، رسائل بولس ال14 ورسائل الكاثوليكون بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا. المجموعة الثالثة الغرض منها إن نعيش مع ربنا إزاي، يعني الواحد يحب ربنا إزاي، ولما يتوب إزاي. كل ده بتحكي الأسفار الأدبية الحكمية، عهد قديم وعهد جديد ممثلة في الرسائل. آخر مجموعة كتب هي كتب الأسفار النبوية. في العهد القديم بتشمل أكتر من ربع العهد القديم، وبيقسموا إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار بحجم النبوة اللي كتبوها. ال4 الكبار أشعيا، أرميا، حزقيال، دانيال. جنبهم 16 نبي كتبوا نبوات أقصر: هوشع، يوئيل، عموس، عبديا، يونان، ميخا، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. كل دول أنبياء صغار قدموا نبوة غرضها: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. النبوة يعني الكتاب بيتنبأ على فم الأنبياء إن الخلاص جاي، المسيح جاي، ونستعد لقبول المسيح اللي محتاج توبة وإيمان. في العهد الجديد في سفر نبوي وحيد هو سفر يوحنا الرائي، وهي رؤيا يوحنا اللي بيكلمنا عن مجيء المسيح، لكن مجيئه الثاني على السحاب ونهاية العالم ويوم القيامة. العهد القديم اتكتب أساسا عبري أو الأرامي، اللغة اليهودية القديمة، لكن العهد الجديد كتب باليونانية لأن هي لغة العصر زمنه القرن الأول. إنما العهد القديم ترجم قبل المسيح باللغة اليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية، ودي النسخة اللي كان بيستخدمها ربنا يسوع والتلاميذ. إنما الأسفار القانونية التانية جمعت في زمن بعد عزرا الكاهن. أسفار القانونية التانية دي موجودة في النسخة السبعينية، وهي النسخة دي من قبل ميلاد ربنا يسوع بحوالي 300 سنة. العهد القديم عندنا 46 كتاب فيهم الأسفار القانونية التانية، والعهد الجديد 27 كتاب. والكنيسة جمعت الكتب دي وقالت هي دي الكتب القانونية، ما عدا ذلك كتب مزيفة. وعلشان نفهم الكتاب المقدس لازم نعرف بعض التشبيهات اللي ذكرها الكتاب عن كلمة ربنا،
أول تشبيه مشهور في الكتاب المقدس عن كلمة الله هو تشبيه الأكل. يعني الواحد بيكون جعان، بعد كده بياكل ويمضغ ويستطعم، وبعد كده بيهضم، بعد كده الأكل بيمشي في جسمه ويدي صحة ويديله طاقة، وبعد كده بيرجع يجوع تاني وياكل تاني. في عشرات الآيات في الكتاب المقدس بتقول إن كلمة ربنا بتحتاج تتعامل زي الأكل والشرب. ربنا يسوع في التجربة على الجبل قال: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كأن كلمة الله زي الأكل بالظبط. وكمان في آية بتقول: وجد كلامك كالشهد فأكلت فكان كلامك لي للفرح لبهجة قلبي. في حزقيال النبي ربنا يسوع يظهر ويقول له: خد الدرج ده اللي هو الكتاب، خده وكله. ايه حكاية ان الواحد ياكل الانجيل؟ ان الواحد لازم يستطعم ولازم يمضغ ويقرا على مهله ولازم يفكر في المعاني، وبعد كده يهضم، لازم يقدر الكلام ده جواه، وبعد كده الكلام يمشي في هضمه وعقله وقلبه ويغير تفكيره ويديله طاقة، بعد كده يرجع يجوع تاني وياكل تاني. تشبيه الكتاب بانه اكل بيخلينا واحنا قاعدين مع الانجيل نفتكر حكاية الاكل والشرب دي. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. تشبيه كمان قاله الكتاب المقدس عن كلمة الله وهو تشبيه نار. يعني مثلا في أرميا بيقول ايه: ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكله. كلمة ربنا زي النار، فالواحد بيبقى جواه لخبطة كتير. مجرد ما يقعد مع الإنجيل فترة كويسة كلمة ربنا تدخل تحرق ده كله. علشان كده ربنا يسوع قال لتلاميذه: أنتم أنقياء لأجل الكلام الذي كلمتكم به. الكلام عمل ايه؟ الكلام حرق الغلط، والكتاب بيقول إلهنا نار آكلة. تشبيه كمان للكتاب المقدس إنه زي السيف. في أفسس 6 بيقول: سيف الروح الذي هو كلمة الله. في عبرانيين برضه بيقول: كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. في رؤيا يوحنا يقول: المسيح طالع كلامه زي السيف ذي حدين من فمه. كلمة ربنا زي السيف معناها ايه؟ يعني كلمة قاطعة بتخلي الواحد يعرف الصح من الغلط، وبتقطع الشر اللي جوه الواحد. كمان السيف ده يقطع كل تعليم غلط. كلمة ربنا هي اللي ترد على كل هرطقة وكل بدعة. تشبيه كمان قاله الكتاب المقدس عن كلمة ربنا تشبيه السراج. سراج لرجل كلامك. ومعلمنا بطرس يقول إن كلمة ربنا كسراج منير. السراج معناه إن الواحد ماشي وفي دنيا كلها ضلمة، لما يمسك الإنجيل ويقراه كويس وينشغل بيه ساعتها يمشي في الضلمة وما يتلخبطش. لكن اللي مش هيمسك في الإنجيل هيتوه في الضلمة. تشبيه كمان قاله معلمنا يعقوب تشبيه المراية. يقول معلمنا يعقوب إن الواحد لما يجي يبص في المراية يبص شكل خلقته. يعني اوعوا تكونوا بتقروا من غير ما تعملوا اللي انتوا بتقروه، لأن انت لما تيجي تبص على المراية لا بتصلح نفسك، فبرضه لما تيجي تبص على الإنجيل بيقدم لنا صورة المسيح اللي مفروض إن احنا نكون شبهه. إذا الكتاب المقدس هو المراية بتاعتي، فأنا كل ما أجي أقرأ أتلاقي نفسي متلخبط وشكلي مشوه، أظبط نفسي على المراية دي اللي هي الكتاب المقدس. تشبيه كمان اتقال في الكتاب المقدس تشبيه البوق. البوق كان يستخدم علشان ينذروا الناس إن في حرب أو ناس نايمة عايزين يصحوها بسرعة، فكانت وظيفته إنه ينبه الناس. فالكتاب المقدس زي البوق اللي بينذر الإنسان. المسيح جاي، الأيام بتجري والخطية خاطئة جدا، الكلمة قريبة منك. كل ده إشارات وكل ده صوت بوق عالي يخلي الإنسان يهتز ويخاف وياخد موقف جديد من حياته. كمان بيتشبه كلمة الله بالبزار. يسوع ليه كل المجد حكالنا مثل الزارع، فشبه كلمته بالبذرة بتحتاج وقت علشان تغير في الإنسان. المعاني دي كلها بتساعد الواحد فينا وهو بيقرأ الإنجيل يعرف قيمة الإنجيل اللي بيقراه. كلمة الله نافعة للتعليم والتوبيخ والتأديب.